مفاتيح الفرج 10 أذكر في كلمات أذكرها لكم الآن سريعا. 10 مفاتيح. سورة الفاتحة مفتاح، وفيها سر عجيب وغريب وعظيم. سورة الفاتحة 7 آيات، حتى إن الله عادلها بالقرآن كله: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن ولا في الزبور مثلها، وهي الكافية الشافية، حتى من يقرأ هي قرآن وذكر ودعاء وحصن ورقية وعلم. هذه مفتاح. المفتاح الثاني: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. فقد ورد في السنن من حديث فاطمة الزهراء البتول أم الحسن والحسين رضي الله عنها وعليها السلام وأبنائها وزوجها، قال أخبرها صلى الله عليه وسلم أنها قال: قولي في الكرب: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله الله ربي لا أشرك شيئا. الثالث: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، التي مرت معنا. وفي الترمذي عن سعد رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: كلمة أخي ذي النور لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما قالها مكروب إلا فرج الله عنه. الرابع: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله الفضل كما مر معنا. الخامس: لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. ولا يمنع أن تقول هذه كلها في يوم، ترى في دقيقة واحدة، يعني ما تقدر دقيقة، في يوم واحد تقول هذه، وإن كررتها فأحسن. لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة كما في الصحيحين. السادس: كثرة الاستغفار، فإن من كثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. السابع: حديث البخاري: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش الكريم. الثامن: الحديث في الصحيحين: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. أما التاسع: فيا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث، كان يقولها صلى الله عليه وسلم، وهو من دعاء الاستغاثة وكشف الكرب. لا يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت لا إله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث، كان يقولها صلى الله عليه وسلم. أما العاشر في هذا الباب من أدعية الكرب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلحني وشاني كله لا إله إلا أنت. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلحني شاني كله. 10 مفاتيح لكشف الكرب والهم والحزن